بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت مباراة الزمالك وسموحة بحلوها بمرها، بالاحتواء اللي فيه، بأداء اللعيبة في أرضية الملعب، بالحكم إبراهيم نور الدين اللي هو ظالم. بكل ما فيها انتهت المباراة. انتهت المباراة بفوز الزمالك 3-1. بس ضربة جزاء مؤكدة لنادي سموحة، مؤكدة ما تنحسبش. وفي حينه يحسب ضربة جزاء لنادي الزمالك، ما فيهاش أي حاجة خالص، ما فيهاش أي حاجة. يعني ضربة جزاء من وحي الخير، من وحي إبراهيم نور الدين. إزاي ما أعرفش إبراهيم نور الدين عملها، إزاي ما أعرفش. 8 ركنيات في الماتش، 8 لسموحة ولا 9 ركنيات لسموحة ولا ركنية لنادي الزمالك. دي يدل عن إيه؟ يدل عن إن نادي الزمالك ما حضرش الشوط الثاني نهائيا، الا بس على استحياء هجمه ولا هجمتين، وما عملش حاجه مع المهدي سليمان نهائيا، مع الهاني سليمان. الهاني سليمان ما ضيعش وقت النهارده. ليه؟ لانه خسران، وبالتالي اي كره هيمسكها مش هتقعد في ايده دقيقه، ثانيه واحده، مش هيكمل ثانيه، ده فينتو ثانيه، زي ما انتوا شفتوا النهارده الماتش كده. فالمفروض يا هاني يا سليمان تلعب كده في اي مباراه، علشان فرقتك، وعلشان المستوى الدوري ومستوى المباراة يكونوا كويس، مش تعدموا. وقع بس وقعة بسيطة، الشوطران كان لسه متعلين، وقع وقام يجري. لما انسرقوا الزمالك سرقت فريق سموحة الشوط الأولاني بصراحة، يعني ما أعرفش 3 أهداف إزاي، ما أعرفش 3 أهداف سرقة كده، في سرقة هوب 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 هوب، لعبكوهم وركبوا المباراة في الشوط الأولاني وانتهى. جم الشوط الثاني سموحة مسكت المباراة في جميع الخطوط، خط النص، الونجين، الدفاع، مهاجمين. عندك حسام حسن، والله يا حسام يا حسن، بصراحة الأهلي خسرك. حسام حسن موقف يطلع 3 معاه ولا 2 معاه، أقل حاجة 2 معاه بس، لأنه لعيب. وبسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله لك يا حسام. هدف هو نسبة 90% من صناعته، 90%. هو عمل كل اللي عليه في الهدف. لكن هارد لك لنادي سموحة، هارد لك لأحمد سامي. أحمد سامي بصراحة من المدربين اللي هم يعني بصراحة جيدين جيدين جدا في الدوري المصري. إن شاء الله نشوف أحمد سامي في أندية أقوى من كده، يمسك أندية أقوى من كده. أحمد سامي عاوز لعيبة، وعاوز جهاز، وعاوز إمكانيات. وأنت هتشوف أحمد سامي دون بيوظف اللعيبة إزاي صح. أحمد سامي عامل من أقول لك إيه، عامل من الملح شربات بصراحة. عامل في كل حاجة، عامل من الملح سكر، عامل يعني أقول لك عامل من الملح عسل. يعني الفرقة كلها على بعضها كده ما تسواش حاجة، لكن أحمد سامي مغير الفرقة نهائيا. بصراحة هارد لك لنادي سموحة، هارد لك لنادي سموحة، وألف مبروك لنادي الزمالك الانتصار. بس بصراحة لو جيتوا الحق، أقل حاجة النهاردة التعادل، أقل حاجة التعادل. واحدة في العارضة، ضربة جزاء مش محسوبة. حسام حسن ضيع كتير، بنجاوين دي ولا بنجامين ضيعوا برضك. يعني بصراحة سموحة عمل ماتش قوي، ماتش قوي. الزمالك ما جاش النهارده في الشوط التاني، ما جاش. دونجا دول انا ما اعرفش دونجا دي ماله، بيلعب كرة فين دي ولا ايه، ما اعرفش بصراحة. لكن ان شاء الله ان شاء الله القادم احسن لسموحة والقادم احسن للزمالك. وبلاش حكام تجيب الضغط، بلاش حكام تجيب الضغط، ارحمونا شوية، بصوا وتعلموا.
اتفرجوا على كورة وتعلموا، اتفرجوا على حكام وتعلموا، اتفرجوا على مباريات وتعلموا، علشان خاطر ما تغلطوش بالاغلاط دي، عشان ما تضيعوش جهد فرقة او جهد لعيبة او جهد جهاز كامل بسبب اخطائك. على العموم ارد لك لنادي سموحة، عملت اللي عليك، قدمت كل حاجه في الكوره الشوط الثاني. انت الشوط الاولاني ما كنتش حاضر بدليل الثلاثه اللي دخلوا فيك، لكن الشوط الثاني بسم الله ما شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله يبقى للاحسن، وربنا يوفق الجميع يا رب في الدوري المصري، والدوري المصري يكون اقوى. بس اهم حاجه الحكام بتاعتني، الحكام بتاعتني تتفرج على كوره وتحكم زي الناس، فقط لا غير. بس وفريري، يا فريري يا فريري، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده بصراحة. انت عاوز تمشي، قول انا عاوز امشي وامشي وريح دماغك من القصة دي. والف شكر للي يشوف الفيديو، يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس.